في الفيديو ده هجاوب على سؤال محير ناس كتير: هو ينفع احط ميه التكييف مكان سائل التبريد في عربيتي؟ الاجابه لا، ما ينفعش. ولو مهتم تعرف ليه كمل معايا الفيديو. مبدئيا انت عارف ميه التكييف دي بتيجي منين؟ انا هقولك. الجو بيبقى فيه نسبه بخار ميه، بخار الميه هو اللي بيعمل الرطوبه، التكييف بقى بيشيل الرطوبه دي. طب بيشيلها ازاي؟ اتكلمنا عن الجزئيه دي تحديدا في الفيديو اللي فات اللي قبل كده بتاع ريحه التكييف. الجزء الداخلي من التكييف بيبقى فيه سربنتينه داخليه، ودي اللي بيمشي فيها الفريون البارد والمروحه بتعدي الهواء عليه عشان يتبرد. بخار الميه بقى بيتجمع ويتكثف على السربنتينه دي عشان هي بتبقى بارده جدا، وبعدين بيتجمع وبيتساقط وبيخرج مع الخرطوم بتاع التكييف لحد بره. المهم بقى انه مع الوقت السربنتينه دي بيلزق عليها تراب كتير من الجو، والميه اللي بتنزل دي بتنزل في الحوض بتاع الوحده الداخليه اللي برده كله تراب واتساخات، وبتخرج لك بره في الجردل اللي انت حاطط فيه الخرطوم، عشان سيادتك تاخد الميه دي وتحطها في الراديتير بتاع العربيه باعتبارها ميه مقطره او ميه نظيفه، وهي ابعد ما يكون عن الميه المقطره. يا ريتك خدت ميه من الحنفيه. الخلاصه لو هتحط سائل تبريد يبقى تحط سائل تبريد مخصوص بنسبه التركيز المطلوبه لعربيتك، سواء 30 او 50%. ولو السائل ده اشتريته مركز ومحتاج يتخفف فبيتخفف بس بميه مقطره. ولو الميه بتاعت عربيتك نقصت ومضطر تزودها لحد ما تعالج المشكله، يا تزودها بالميه الاصليه يا اما تجيب ازازه ميه مقطره تزودها بيها لحد ما توصل مشوارك للفني بتاعك وتحل المشكله وتعرف الميه نقصت ليه. لكن ميه التكييف مكانها في الصرف مش في راديتير عربيتك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.